برج الاسد من الابراج اللي هتلاقيه يعني لو هو ما يعرفكش كلامه قليل قوي، بيبص بس. يعني انت شخص لسه جديد، لسه اول مره مثلا تقعدوا مع بعض، هتلاقي كلامه قليل قوي. عينه هي اللي شغاله، عينه هي اللي بتلقط الحاجات. بيسجل سيديهات بقى، يعني بيعمل لكل واحد فايل عنده في مخه في دماغه. كل شخص بيبقى بيتصرف بطريقة معينة، بيقول كلام معين، بيتعامل بطريقة معينة، هو بيقدر يقراه وبيقدر يلمحه وبيقدر ياخد باله من حاجات محدش تاني ممكن ياخد باله منها، وبيبدأ يسجلها في دماغه، يفضل يسيف معلومات وحطها في الفايل بتاع محمد، معلومات وحطها في الفايل بتاع هناء، وهكذا. بيفضل كل شخصية موجودة يجمع لها معلومات وياخد باله ويقرا التفاصيل ويقرا اللي بين السطور، ويعمل لك فايل كبير قوي كده عنده. بيبقى قاريك وفاهمك حتى لو انتوا ما اتكلمتوش دايركت، انتوا مش صحاب، بس هيبقى عارفك وعارف بتتصرف امتى ازاي وبتفكر في ايه وبتتعامل ازاي. بص، هيبقى قاريك وحافظك كأنكوا عشرة عمر، حتى لو انتوا مش صحاب قوي. هتتفاجئ بقى ان هو عارفك كده، وان هو حافظك كده، وان هو فاهمك بالشكل اللي انت ما كنتش تتخيله ده، لما تبدأ تقرب منه وتتكلم معاه، وتلاقيه مثلا الحاجة قبل ما انت تقولها بيرد عليك بيها.